السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الأحلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفة أكثر طلبا ومحبوبة الكبار والصغار، كتجي أكثر من رائعة. هي البيتزا بجوج ديال المذاقات مختلفين، كتجي لذيذة بزاف وأكثر من رائعة. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة هنا احتاجيت كيلو ونصف ديال الدقيق، 500 غرام ديال دقيق الفينو، وكيلو ديال دقيق الفورص مغربل من طبيعة الحال، تقدروا توزنوهم بالكؤوس. واحتاجيت كاس ديال الماء اللي ضفت ليه الزعتر، معلقه كبيره ديال الزعتر، وكاس الا ربع ديال زيت الزيتون، تقدروا تعوضوه بزيت نباتيه، وحليب بودره. مكونات ان شاء الله اللي غنخليها لكم في صندوق الوصف مضبوطه. عندي هنا البابريكا السودانيه اللي غنسمو بها العجين الثاني، وعندي الثومه محكوكه، تقدروا تعوضوها بالثوم بودره. عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، درت حفيره في الوسط وغادي نحطهم. غادي نضيف عليهم الماء دافي حتى كيتفاعلوا. غادي نضيف الملحه حسب الذوق، تقريبا معلقه صغيره او معلقه ونص. 2 معالق ديال الحليب بودره، تقدروا تعوضوه بالحليب سائل كيف ما يمكن لكم تستغناو عليه. بالنسبه لزيت الزيتون تقدروا تخلطوه، ديروا شويه هكا وشويه هكا، شويه من الزيت النباتيه وشويه من زيت الزيتون. ضفت الزعتر اللي فزقته في الماء مغلي وخليته حتى دفى الماء عاد باش غادي ومن بعد نعجنوا به. بهذه الطريقه هذه يعني كتركز لكم المذاق ديال الزعتر اكثر، وحتى دوك الاوراق ديال الزعتر كيخضروا فاش كتضيفوا لهم الماء مغلي. غادي نبقى نضيف الماء بشويه وانا كنعجن، يعني الماء بالتدريج، وانا كندلك هاد العجينه ديال البيتزا كتبغي تدليك. الماء دائما يكون دافي. غادي ندلك العجين ديالي مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. العجين ديالي من بعد ما دلكته وصبح على هذا الشكل هذا، صبح رطب وخفيف كله فقاعات. غادي نقسمه على جوج. هانتوما ما خليته لا ختامر لا حتى شي حاجه، مباشره من بعد ما دلكته غادي نقسمه من النصف بحال هكا. الا كتلتصق لكم العجينه في يديكم ديروا شويه ديال الماء او شويه الزيت. غادي نحيد هاد النصف الاول، غادي نديرو في واحد الاناء اللي دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي نخليه على جنب. غادي نغطيه من طبيعه الحال بالسلوفان حتى ندهن ليها الوجه ديالها بشويه الزيت ونغطيها. ضروري نديرو لها شويه الزيت باش هكذا ما تلتصقش لينا في الاناء، لان غنخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. دهنتها بشويه الزيت غادي نغطيها. اما بالنسبه للعجين الثاني غادي نضيف ليه البابريكا السودانيه والثومه محكوكه 2 ضريسات كبار. غادي ندخل هاد المكونات مزيان في العجين ديالي حتى يصبح على هاد الشكل. غادي ندير ليه شويه الزيت، نقيطات ديال الزيت، وغادي نغلفو نغطيه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. وهنا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ديالي كنمشي للعجين الاول، هو العجين الابيض العادي. غادي نفرغو من الهواء اللي فيه كيف ما لاحظتوا تضاعف الحجم ديالو. وغادي ننزلو فوق سطح العمل، غادي نفرغوه بحال هكا. غادي نقسموه هكا على 3. غادي ناخذ دقيق الفينو، تقدروا تورقوه او تشكلوه بالدقيق العادي الابيض.
انا درتهم بدقيق الفينو، كيعجبني في البيتزا، كيجي زوين بزاف. كتجي العجين ديالكم او لاباط ديالكم كتجي زوينه بحال ديال المحلات. بعد ما شكلتهم غادي نغطيهم، ناخذ الاولى اللي شكلت، غادي ندير دائما الفينو مزيان فوق سطح العمل، وناخذ الدلاك ونسرحها على شكل طولي باش نخرج منها البيتزا الكبيره اللي هي فيها 20 سنتيم، وغادي نخرج الميني بيتزا الصغار اللي فيهم 10 سنتيم. نحاول نسرحها بحال هكا على شكل طولي على قد الاطار اللي عندي. تقدروا تاخذوا غير غطاء ديال شي طنجره ولا طبسيل وهكا تراسيو به، تاخذوا القطعه ديال البيتزا وتقطعوا العجين ديالكم بكل سهوله. دائما ترشوا مزيان وتهزوا العجين ديالكم عده مرات وتعاودوا تحطوه باش هكذا يعني كيتطلق، ومني كتقطعوه ما كيعاودش يرجع معاكم، يعني ما كيبقاش هكا مجبد كيف ما كنقولوا. خديت الاطار ديالي وقطعت به هذا الشكل هذا. بالنسبه للمبتدئات تقدروا ديروا ورق الفرن وتحطوه هو الاول، تحطوا فوق منه العجين ديالكم. بعد ما كتسرحوها مزيان وكتاكدوا بانها ما لاصقاش، كتاخذوا عجين ورق الفرن عفوا، وكتحطوا عليه العجين ديالكم اللي كتكونوا سرحتوه من طبيعه الحال، وكتطبعوا فوق الورق، وبالتالي ما كتصعبش عليكم باش تهزوا العجين ديالكم بلا ما يعوج لكم في يديكم. وهنا راني نسيت ما وريتكمش القطاعه او الاداه اللي تقبت بها العجينه. هنا كتكونوا مشعلين الفران يكون سخون مزيان، كتكون عندكم واحد جوج ديال لاطات، لكن فران صغير جوج ديال لاطات، وحده كتخرجوها وحده كتدخلوها، يعني ما كتاخذش معكم وقت طويل. يعني كتدي تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 6 ديال الدقائق تتكون واجده. يعني حنا ما غاديش نحمروها ولا نطيبوها حتى تقصاح، الفران خصو يكون سخون مزيان باش هكذا ما تقصحش لكم العجين ديالكم، باش كتنفخ بسرعه وكتطيب وكتخرجوها بلا ما تخليوها حتى تحمر. كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا في الفيديو، هانتوما خديت هاد الاداه هذه او هاد التقابه ديال البيتزا او كل واش كيسميها، وغادي نتقبيها البيتزا ديالي بهذا الشكل هذا. كتسهل عليكم احسن من الفرشيطه بألف درجه، وما كتنفخش لكم العجين ديالكم نهائيا. ومره اخرى كناخذ الاطار ونقطع، واخا هذا الاطار ما ساعدنيش، المهم تناخذ نقطع به، يجيب لي قياس واحد. انتما تندير الورق في اللاطه وندخلها الفران. سرحت الثانيه او الثالثه، مهم خرجت 7 ديال هاد البيتزات الكبار وميني بيتزا، غادي نخرج منهم عدد ما شاء الله كبير. بالنسبه للعجين المتبقي بلا ما ديروا ليه الفينو او الدقيق، كتجمعوه ما بين يديكم وكتحطوا وحده على وحده حتى كتكملوا وتسرحوهم دقه واحده. ما تزيدوا ليه لا ماء لا دقيق لا حتى شي حاجه. وهنا هذوك القنيتات هذوك اللي بقاو ليا، كناخذ هاد القطعه ديال 8 سنتيم او 10 سنتيم وكنقطع بها. تحاولوا تقادوهم الى عوجوا ليكم. هنا اللاطات ديالي عمرتهم، كندير الورق وكنحط فيه وكنحط حدايا حتى كنكمل. اللاطه اللي خرجات كنحيد لاباط ديالي بالورق ديالها وكنحط الاخرى. يعني طريقه سهله اللي غادي تنفعكم ان شاء الله. توجدوهم على اتساع بحال هاد الشهيوات هادو، كتوجدوهم على اتساع، كتحطوهم في المجمد، ما كيوقع عليهم حتى شي حاجه، كيبقاو معكم حتى 6 شهور، ما كيوقع عليهم حتى شي تغيير نهائيا، غير انكم تغلفوهم مزيان.
كتبقاو تاخدو تعمرو كيجيكم ساهلين في الشهر الفضيل. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه وطولة العمر بكل ما كتمناو يا ربي. وكنستمر هكا حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل. كيف ما لاحظتوا راني ما كنخليهش غليظ نهائيا، كنرقو مزيان. ونجيب القطاعه ديالي ونقطع. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو يخدموا بهاد بغاو يخدموا مثلا كمشروع، راه مشروع مربح. نتمنى التوفيق للجميع يا ربي، يوفق الجميع. وكنحطهم هكا في اللاطه ديالي وكندخل الفران وكنحضي معاهم 5 دقائق حتى 6 دقائق تيكونوا واجدين. بعد ما كملت العجين الابيض مشيت للعجين اللي فيه البابريكا والسودانيه والثومه اللي كيجي بواحد المذاق خطير. جربوه، الريحه ديالو نتوما كتخبزوا فيه او كتشكلوا فيه كتكون زوينه بزاف. ولا جربتوه ما تنساوش تخليو ليا كي جاكم شي كومونتير زوين ولي لايك لهلا يخطيكم. شكرا لكم بزاف، مرحبا بالناس الجداد، مرحبا والف مرحبا. والناس القدام نتوما للقناه مرحبا بكم جميعا. غادي نغطيهم ونمشي عاوتاني ناخذ الاولى فيهم ونسرحها بطريقه سهله ومبسطه للجميع يا ربي. هذا الشهر ان شاء الله جميع المبتدئات غادي يصيبوا لاباط ديال البيتزا في دارهم. كتطلع لكم اقتصاديه، من احسن تصيبوها في المنازل ديالكم. هانتوما تعطيوها شكل مستطيل وضروري تهزوها من هكا من الجوانب وتحاولوا تقادوها باش ما تكونش لاصقه. تاكدوا بانها ما لاصقاش على سطح العمل باش هكذا ما تعذبكمش. وتقبوها. انا الاولى راه نسيت ما تقبتهاش حتى حطيتها في اللاطه عاد باش تقبتها، ولكن تقبوها في هذه المرحله قبل ما تقطعوها. تقبوها. هانتوما كتاخذوا الورق وتحطوا وتقادوا. من الاحسن انكم تحطوا الورق هو الاول ومن بعد كتقطعوا فوق منه. العجين المتبقي يعني كتجمعوه ما بين يديكم وكتعاودوا تغلفوه. استمروا هكا حتى نكملوا. يعني في واحد الوقت وجيز كتوجدوا كميه ما شاء الله كثيره. هانتوما العجين المتبقي راه كنحطو وكنغلفو. وندخلهم الفران يكون سخون مزيان. ضروري الفران ديالكم يكون سخون مزيان، يكون شاعل من التحت ومن الفوق. وتطردوا معاهم البال. وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها في العجين اللي حضرت معاكم. خرجت لي كميه ما شاء الله، 7 في العجين الابيض و7 في العجين الملون او اللي فيه البابريكا والسودانيه والثومه. كيجي لذيذ بزاف، واحد الريحه فيه زوينه بزاف. نتمنى اقتراح اليوم يرقكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش بلي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. لاحظوا معايا العجين ديالي مرقيقه مغليظه وجات زوينه بزاف وهشيشه ما شاء الله وبنينه بنينه بنينه بزاف. صدقوني الا جربتوها بهذه الطريقه ان شاء الله غتولي هي المعتمده عندكم. هانتوما انا ما تنحمرهمش، غير واحد شويه تيطيبوا وما تيتحمروش. والفران دائما يكون على عافيه مجهده، كنأكد على ذلك.